الذي يقابل ثاني ليغا، بل يقابل تاريخيا سيد الليغا عبر كل التاريخ. الآن لضربة ركنية تلعب عالية ولا زالت المحاولة مستمرة والكرة خارج الملعب. في مباراة في غاية الأهمية تنطلق الآن، والبداية لم يأتي بكرة عرضية ولكن أيضا الاستقبال ما كان جيد من جانب رودريغو الذي يحضر في المباراة رودريغو في هذا المكان العرضية والركنية الثالثة. تصور لاعب لا زال ربما هو الأكثر ثباتا على مستوى الأداء. أتحدث عن انطلاقة هنا المحاولة لكنها سهلة من جانب الماضي ما سجل. هذه محاولة في هذا المكان يأتي بكرة وصورة إيجابية في المباراة والكرة عند حارس المرمى. كلما هذه محاولة قوية، الله من مسافة بعيدة وكأن روبرتو كارلوس كان موجود. المحاولة تلعب عالية، الكرة بالراس، إبعاد في الكرة الماضية وتعود كذلك لريال مدريد الفريق الذي يسير المباراة حتى الآن على تنفيذ الضربة الركنية عالية وخطيرة وحارس المرمى يسقط أرضا. ولدينا مباراة أجمل في هذا المكان. ليس مرة أخرى فريق قادر في المرور المرور صارت ركنية، لا ما صارت ركنية للفريق الملكي. نعم أنا قلت لأن إبراهيم دياز صار له فترة يسخن، وهذا النجم رودريغو كانت كثير من أيضا الأحاديث تقول أنه ربما ليس جاهز، تحمل على نفسه، يعلم قيمة المباراة ويعلم بأن المباراة معقدة جدا. وأنه هو شالان أوغلو التركي الرائع جدا مع الإنتر الإيطالي ما صنع. وجود متى يعود بيلينغهام بسقوط جديدا لك. كرة تلعب الأكنية الثانية تلعب عالية، لونين يخرج ولدينا صافرة من جانب حكم المباراة. اللي محاولة مستمرة وتلعب بالراس، مرت من الكل. تصور حتى الآن ولا فرصة نعم ولا فرصة في الشوط الأول من المباراة لريال مدريد. وبالمناسبة مشاكل ريال مدريد معروفة، مشاكل ريال مدريد انسجام الغائب، كروس لم يعوض، بيلينغهام يبحث عن نفسه، ظهيرين غائبين وخاصة بعد إصابة الكبير داني كارفاخال. والأهم شخصية الريال اللي كانت تخيف الخصوم حجز موجود. الله هذه حلوة هذه الركنية العار أنه يقترب في الكرة الماضية في هذا المكان. التسديدة الخطيرة وعلى مرتين خطيرة للريال. الله هذا وقت الانفجار يا ريال مدريد، وقت الانفجار. انفجر ريال مدريد وسجل في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول أبدا. ومن لها الهداية القصة والمشوار. هل هي إصابة ثالثة؟ هل هي إصابة ثالثة في الشوط الأول؟ هذا ما لا يتمناه هذا الرجل الكبير. اي والله هذا ما لا يتمناه الرجل الكبير إطلاقا. هذه الله عاد بيلينغهام في يوم انفجار ريال مدريد العظيم. عاد بيلينغهام في مباراة انفجار ريال مدريد الكبير. هدف من يصنع الشاب مرور. كرة جميلة الله. نعم لا أبالغ عندما قلت عبارة انفجار مستمرة في في أرض الملعب لا زالت بوديمير. هذه محاولة. أسعد الله أوقات الماضي فيها مرور. الله حلو. لكن ريال في الشوط الأول في بدواه والتسديدة القرار أنه قادم الكرة مرت لكن ما مرت. وهذا المكان المرور. الله الخطأ خارج منطقة الجزاء.
انظار على مبابي، يسدد. المحاولة عالية، الكرة أولى في هذا المكان، الكرة خطيرة جدا، ومبابي هل هي ضربة ركنية؟ يطالب راؤول سحب القميص، خلصها الله، لا أحد يقف في طريق ريال مدريد عندما يكون في يومه، ريال مدريد في يومه، والكرة إلى فيني تذهب تستقر تنتهي 3-0. هدف ربما رابع. التسلل غير موجود. هدف الله، ويتواصل إعصار مدريد ويستمر إعصار مدريد، وتصبح الأمور ب4 أهداف وهاتريك